الناس اللي بتخاف تعبر عن مشاعرها، الناس دي بتكون اتخذلت قبل كده كتير، تبقى فاقدة الثقة انها ممكن تدي مشاعرها لحد تاني، لا تتخذل من اول وجديد. المشكلة ان الناس ديت لما بيقعوا في ناس بتعلمهم دروس وطلعوا حب كبير وبيبتدوا يتعلموا الدروس، الكون بيكافئهم وبيديلهم ناس شبههم، ناس بتديهم حب وتقدير، بس هما بيبقوا لسه خايفين عشان لسه ما تشافوش. الناس دي لما بتدخل في علاقات ما بتقدرش تعبر عن قلبها وحبها، بتبقى بخيلة في مشاعرها من خوفها ممكن تخسر هدايا ربنا بيديها لهم على هيئة أشخاص. عشان كده رسالتي لكل شخص ولكل واحدة، حافظ على الشخص اللي بيعاملك بحب، حافظ على الشخص اللي بيقدرك، اللي بيقف جنبك جنب محنتك، في تعبك وفي حزنك قبل فرحك، واللي بيقدرك واللي بيساعدك انك تكون مبسوط واحسن. ولو ما قدرتش تحس بالحاجات دي امشي. لما هتمشي ساعتها الطرف التاني هيتعلم حاجة مهمة جدا، ان كل حاجة في الدنيا وليها رصيد، وان الرصيد مش بس انه مجرد فلوس، لأ، الرصيد ممكن يكون مشاعر، طاقة، فرح، حاجات كتير قوي بنكون شايلينها للشخص اللي قدامنا. واول لما رصيدهم بيخلص بيمشوا. اتعلم انك تطلع مشاعر وحب ودفى زي ما انت عايز تاخد حب وتقدير ودفى. دايما التوازن ما بين الاخذ والعطاء بيخلي فيه تفاهم، في حلاوة كده في العلاقات، في الزواج بيبقى فيها حب ومودة وخير وبتكمل. اوعى تتعود على الشيء فيروح منك وتروح منك النعمة. اتعلم ان كل حاجة وليها مقابل. حتى ربنا قالك ايه؟ هو بيدينا، ما بينتظرش اي شيء، بس بيقولك ايه؟ اذكروني اذكركم ولئن شكرتم ازيدنكم. كل لما انت حتى هتبقى بتشكر هتلاقي الخير بيزيد، وكل لما انت هتكون بتذكر ربنا هو كمان هيذكرك. كل شيء في قانون الكون بيكون له مقابل. ادي علشان الكون يديلك. يومك حلو.